يقول: لو أن رجلا رأى شخصا مع امرأته في منزله فقتله فما هو الحكم؟ أول شيء نسأل الله تبارك وتعالى يستر علينا جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أعراضنا جميعا ولا يسلط علينا أحدا. بالنسبة لهذه القضية، وهي إذا رأى رجلا يزني بامرأته مثلا فقتله، هذا الأمر طبعا في وقته، يعني هذه أمور يعني في وقتها الإنسان قد لا يفكر كيف يتصرف، وإنما تكون تصرفات انفعالية كردة فعل لواقع رآه. ولا شك أنه معذور عند الله تبارك وتعالى، هو معذور عند الله تبارك وتعالى. ولكن نحن نتكلم عن القاضي جاء له برجل فقال له: لماذا قتلته؟ ولعله بعد يمكن قتل امرأته كذلك، فيقول: لماذا قتلته؟ قال: رأيته يزني بامرأتي. مثلا إذا كان اغتصابا مثلا، قال: كان يغتصب امرأتي مثلا. القاضي هنا لا يقبل هذا الأمر، لا يقبل هذا، ما يدري أن هذا الرجل صادق. القاضي لا يعلم الغيب، فلا يقبل منه هذا الكلام حتى لو شهدت امرأته. قد يكون بينهم عداوة، قد يكون هذا الرجل يطالبهم فلوس وهي امرته، وقال: نبي نفتك منه ونفتك من دينه ونفتك من مشاكله وكذا، خلنا نادي ونقول حاول يعتدي عليك وانت تقول اعتدى علي، وعند القاضي شدي حيلك بالبتي زين وش اسمه ونتخلص منه. فهذا وارد، خاصة بعد ما خربت الذمم وغير ذلك من الأمور. فلا يقبل مثل هذا، أن رجل يأتي: والله رأيته يزني امرأتي فقتلته، دخل بيتي يسرق فقتلته. ما يقبل هذا الكلام أبدا. فالقاضي يقتله، لكن هو عند الله معذور إذا كان الأمر كما ذكر. وأما إذا فتحنا هذا الباب وقلنا كل واحد يفعل هذا الشيء، ما تصير الأمور فوضى. وذاك لما جاء رجل له عويمر بن عجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رأيت إن وجد الرجل رجلا مع امرأته فماذا يفعل؟ فكره النبي هذه المسألة، ورؤي ذلك في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: يأتي ب4 شهود. فكان سعد بن عبادة يعني حاضرا، فلم يتحمل هذا الكلام، فقال: يا رسول الله، يجد الرجل مع امرأته ويأتي يذهب بالشهود، يكون قد قضى وطره. متى جمع الشهود؟ خلص انتهى، وما راح يأتون شهود له ومنتهي. فقال: يا رسول الله، يكون قد قضى وطره. قال: الشهود. النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة: والله لا أقتلنه واقتلنها، يعني أقتله واقتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قتلته لقتلناك، تقتله نقتلك، لأن ما يدري أنك صادق عندما تقول وجدته، لأن النبي يعطي حكما عاما لعامة الناس. قال: لو قتلته قتلناك. فقال سعد بن عبادة: والله لا أقتلنه واقتلنها، وزعل وخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ يعني لا يظن البعض لما يسمع هذا الكلام أن سعدا رضي الله عنه عنده من الغيرة الشيء العظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الأمور إيش؟ بهدوء وروية وكذا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم تشريع صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد. يعني كلامي هذا ليس لأنه عدم غيرة مثل ما يغار سعد، لكن أنا عندي حكمة ليست عند سعد، وعندي علم ليس عند سعد. فقال: تعجبون من غيرة؟ والله إني لأغير من سعد. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم من عند نفسه، وإنما الحكم من عند الله تبارك وتعالى. طيب، قال: والله أغير مني، الذي حكم بهذا التشريع اللي هو بمجيء إيش؟ الشهود. ثم ما لبث أن ابتلي هذا السائل عويمر بن عجلان، جاء ويقول: لقيت رجل مع امرأتي. سبحان الله، ابتلي. اللي سأل ابتلي. جاء الرسول قال: يا رسول الله، ابتليت، وجدت رجل مع امرأتي. ويقال له شريك بن سحماء. فالمهم عند ذلك يعني نزل قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب
أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فجاء هنا شيء يسمى اللعان، ملاعنة بين الرجل وامرأته، فيلاعنها ثم يفرق القاضي بينهما، لكن ليس له الحق أن يقتله. لكن إن قتله يعني في فورة الغضب فعند الله معذور، لكن عند الحاكم غير معذور، لأن الحاكم لا يعلم الغيب، لا يدري لماذا قتل. لكن لو ثبت أن المقتول زاني محصن، زي ثبت عليه الزنا، طيب هنا يكون قتل نفسا غير معصومة فلا يقتل، وإنما يعاقب لأنه إيش؟ افتئات على الحاكم. لكن إذا لم يثبت هذا فإنه يقتل لأنه قتل نفسا معصومة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.